عبد تضيق به الأرض بما رحبت، خاصة إذا خذلك الناس، وخاصة إذا تولى عنك القريب والحبيب، وخاصة إذا كنت تثق في أحد فخذلك، عندها تعلم أن الله يريدك أن تلتجئ إليه، فإن هذا هو المقصود من البلاء، الفرار من الله إلى الله. أسعد الناس من جعل شكواه إلى الله ولم يشتكي الله إلى خلقه، أسعد الناس من جعل يقينه بالله ولم يجعل يقينه في زيد وعمر. ذكر الله البلاء عن أيوب فقال سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال بعض العلماء: ذكرى للعابدين، أي أن أيوب دعا ربه بيقين، فإن الله يستجيب لكل من أصيب ببلاء فدعاه بيقين. وما من عبد يدعو في كرب ويصدق مع الرب إلا أعطاه الله إحدى الحسنيين: إن كان علم سبحانه أن كربه يفرج فرج عنه عاجلا، وإذا علم سبحانه أنه سيأخر عنه الفرج رزقه اليقين والإيمان والتسليم، حتى إن البلاء يعود عليه نعمة وسرورا، وتعلو درجتك ويعظم أجرك ويغفر ذنبك.